فنان متميز هنلتقي بيه دلوقتي الفنان سامي منصور. الفنان سامي منصور هو ممثل ومطرب وملحن وموزع موسيقي. تعالوا بينا نلتقي معاه ونشوف آخر أخباره الفنية. في الحقيقة كنت في رحلة، كنت طالع اشتري كاميرات، فاشتريت كاميرا، وبعدين كنت عامل ألبوم جديد، وكان في أغنية عملتها اسمها حبيناك. فبمنتهى الصراحة كانت فلوسي خلصت بعد ما اشتريت الكاميرا وخلصت الرحلة. كان فاضل حوالي 4-5 أيام في ماليزيا وسنغافورة، وبعدين طلع على ماليزيا، وبعدين طلع على تايلاند. فقلت طيب أجرب أصور بقى بالمجهود الشخصي يعني. فحطيت الكاميرا وابتديت أظبط ناس أجانب في أماكن معينة ولوكيشنات معينة، وأخد 3 أبعاد، الميديوم واللونج والكلوز، واشيل الكاميرا احطها في زاويه تانية عشان اجيب خلفيه تانية ورايا وحاجات زي كده، وعملتها كتر وطلعت ظريفه يعني. طب انت بايه؟ انهي منها بتقول؟ لا انا في البدايه خالص المزيكا طبعا، موسيقى، ملحن وموزع، وكنت بغني اجنبي في نفس الوقت، وما زلت بغني اجنبي يعني. اخر حاجه كالبومات ولا كمزيكا تصويريه؟ لان انا عملت ده موسيقى تصويريه مسلسلات؟ عملت كذا مسلسل، واخرهم كان رجل على الحافه، اخراج المخرج المبدع ربنا يطول لنا في عمره الاستاذ عادل صادق. والمسلسل ده انا مثلت كمان فيه، وعملناه في استديو، جزء منه كان في استديو الجيب وخارجي بعد كده، واكتر من لوكيشن يعني. كانت الموسيقى التصويريه بتاعته الموسيقى التصويريه كانت اغنيه غناها الفنان الجميل هشام صادق، وده ابن المخرج عادل صادق. وكلمات الشاعر الراحل سمير الطاير، والتلحين والتوزيع ليا، تتر البدايه وتتر النهايه، والمزيكا بقى اللي هي على المشاهد جوه. فانا كنت دائم الجلوس مع استاذنا المخرج عادل صادق، علشان كنت بحب اتعلم منه ازاي ياخد الكادرات، ازاي لما كان بيصور، وكنت بتعايش عشان المزيكا التصويريه، بالاضافه لدوري اللي انا كنت واخده في المسلسل يعني. مسلسل ايه
ده كان في المسلسل ده بالمناسبة يوسف شعبان ونرمين الفقي ومحمود ده كان أبيل. رمضان اللي فات لا ده بقاله فترة، بقاله حوالي 8 سنين أو ده فترة. كان آخر حاجة؟ ده آخر حاجة كمزيكا تصويرية بالنسبة للحكومة لتلفزيوناتنا هنا، يعني كانت صوت القاهرة. عملت في الإذاعة بقى حاجات كتير كمان، يعني عملت في الشرق الأوسط مع حسني غنيم وإيناس جوهر برنامج تسالي اللي بيجي الصبح. عملت مع المخرج محمد عثمان مسلسل أنا اللي جبته لنفسي، موسيقى تصويرية بطولة أحمد بدير وكريمة مختار ومعالي زايد. موسيقات لتترات لبرامج في التلفزيون. أنا بتكلم دلوقتي على التلفزيون المصري اللي أنا يعني بعتز بيه وبحبه يعني. بره مصر بقى عملت حاجات كتيرة بره، في تركيا وفي ماليزيا وفي الهند، وفي حاجات فيها حفلات وفي حاجات فيها موسيقات ألحان لمطربين عالميين في تركيا وفي تايلاند وفي ماليزيا. وعملت كمان اوبريتات هنا في مصر، يعني عملت ألحان لفنان راحل فوازير، كان اسمها فوازير دلتوية في قناة 6 الحسن الأسمر. وعملت اوبريت الصرخة، ده كان فيه معظم فنانين مصر، كريمة مختار وجمال اسماعيل ومحمود الجندي ونادية مصطفى وفردوس عبد الحميد والله يرحمه جمال اسماعيل، واحمد ماهر فنان قدير احمد ماهر، ومها البدري. كانت مجموعة يعني وحاجات كتيرة. بس مطرب بتلحن؟ انا بلحن لمطربين اجانب، وفي الحان طبعا ليا انا عاملها. عملت اغنيه وطنيه بعد فوز الرئيس السيسي اسمها قوم يا مصري على ما اذكر. قوم يا مصري، التلحين والتوزيع. وانا غنيت وجبت ولاد، بنت وولد، ولدين غنوا معايا ودخلت فيها شكل الراب. يعني هي اغنيه فيها حماس لكن دخلت فقره كده فيها راب عشان الشباب اللي بيحب الستايل ده. نسمع طب أغنية تانية حديثة لو حضرتك عاوز تغني أغنية تانية. ما تيجي بينا ننسى اللي كان ونعيد يا قلبي أيام زمان. ما تيجي بينا ننهي ولا انت يعني خلاص زعلان؟ حبيناك من القلب أحلى كلام في الحب. أنا شايف يا حبيبي كل حاجة فيك جنان، مرة تسأل ومرة تعرف، هو ده أحلى كلام. كده 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 يا جميل، خلت قلبي يميل. اسمع وهقولها لك، انت مالكش مثيل. كده 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 يا جميل، خلت قلبي يميل. اسمع وهقولها لك، انت مالكش مثيل. اسمع وهقولها لك، انت مالكش مثيل. اتكلم على المجال التمثيل. آخر مسلسلات حضرتك شاركت فيها؟ اخر مسلسلات كان اعتقد زمن عماد الدين مع المخرج هاني لاشين، وده كان فيه كوكبه كبيره جدا، ودنيا سمير غانم ومحمود ابيل وشيرين ووائل نور والله يرحمه ابو بكر عزت وعبد المنعم مدبولي وناس كتيره قوي. انا كنت عامل دور الشيخ زكريا احمد، كنت بالجبه والقفطان، وكان معايا على الجانب الاخر طارق الدسوقي كان عامل سيد درويش. واحنا الاثنين بقى انت عارفه زكريا احمد وسيد درويش، وكانت دنيا سمير غانم يعني هي المحور. كنا وطبعا ذكرنا طبعا ام كلثوم في السكه، وذكرنا منيره المهديه، وذكرنا حاجات كتير يعني. حضرتك قريت عن الشخصية؟ طبعا قبلها وطبعا زكريا احمد كان بيلبس جبه وقفطان، لكن لما جه مصر ابتدى يلبس البدله، ودي كان في ناس طبعا مستغربين.
هو لعب معايا من منطقه العين عندي قريبه شويه عشان واسعه فلعب بالمنطقه دي. هو شاف فيا ان انا اقدر اقول دوت، بالاضافه لان انا اساسا موسيقي، فركب الاثنين مع بعض فطلعت التركيبه ديت. طبعا ما اخبيش عليكي كويس الالحان لا هو احنا انا ما غنيتش في المسلسل، يمكن انا عزفت وفي نفس الوقت ايه بس كان بيأدي على العود. لا بس في دوري انا ما كانش دوري كله كان حواري. ما كانش فيه اي اللي كان بيغني بقى كان سيد درويش اللي هو طارق الدسوقي. طارق الدسوقي ما كانش برضه هو اللي بيغني، كان بلاي باك، يعني كان حد بيسجل في الاستديو وكده. ايه بس حضرتك كمطرب ممكن كنت تأدي بعض لو كان الدور يسمح، بس انا دوري ما كانش دوري، يعني انا بتقابل مع سيد درويش بنمشي معانا بيرام التونسي معانا، يعني حوارات كلها جاي منين. انا كنت عند الست بعمل لها الحان، طيب ايه الاخبار، والله حصل مش عارف ايه، وبيرام التونسي اداني ميعاد ونقعد نتكلم على القهوه، حاجات كده يعني. ما كانش فيه غناء، لان هو كان فيه غنى لسيد درويش، كان فيه غنى منيرة المهدية، يعني دنيا سمير غانم كانت عامله دور، فكانت المساله فيها حاجات كتيره قوي. المسلسل كان ضخم قوي. نفسك تعمل دور ايه او مين؟ شخصيه من الشخصيات برضو ولا حاجه منفصله؟ كممثل بصي انا عملت بالمناسبه كمان مسرحيه مع الفنان الجميل يونس شلبي الله يرحمه، كنت طالع مطرب بغني معاه، والمسرحيه كان اسمها حكايه سلام. والطريف في الموضوع ان هو كان بيمثل حرب، دور الشر، وانا سلام الدور يعني هو المفروض العكس طبعا، لكن المخرج كان له فكر معين فمشينا على هذا النهج يعني. انا في رايي انا بحب الادوار المركبه، او بحب الكوميدي قوي، يعني 90% من المخرجين بيشوفوني في الادوار اللي هي تصلح ان اكون ظابط، ان اكون جد قوي، ان اكون ستايل كده. ودي خلتني اعمل اغنيه اسمها جنان في جنان. وكان معايا الموديل الجميله الممثله عايده غنيم، جبتها عملت دور مراتي، والراجل بقى اللي بيعاني من الجواز والستات ومش عارف ايه، وعملتها بشكل كوميدي، فخلت بعض نزلت كتيره ومجازه في التلفزيون وكل حاجه. هي وكبس مرات احنا مليان، ده مفيش اتنين يختلفوا، حبيتك وده احلى جنان. ومن غير لف وراه انا شفت الدنيا والالوان، وياكي احلى مدام، خلصني عليا وبايدي معاكي بقى عصير تمام. تيجي تكتك جنان 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 جنان. على عقلي بقى ورستان، انا تهت ورحت وجالي جنان. ماني جان يا اخواتي والله ماني جان، وبطق السما ورمضة على الواحدة والنص كمان، على غنوة ولحن كمان، منكب كانت جنان في جنان 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 جنان. هي بتتكلم عن اللي بيحصل، ان الراجل يعني مظلوم مع الست، وده طبعا بعد الجواز يعني الراجل هو اللي بيبقى مصدوم. ما هي لا هي من كان وجهه نظر حضرتك مش وجهه نظري، هو كان افيه احنا قاصدينه كوميدي يعني. فانا متصور ان انا يعني برجع من الشغل فبتقول لي قشر معايا بطاطس بالامر، مش عارف ايه اغسل الهدوم، فقاعد واخد، فاكر حضرتك الشقه من حق الزوجه لما كان فنان محمود عبد العزيز، وبرضه نفس القصه، لدرجه انها وصلتني ان انا كنت مجنون ونزلت جريت في الشارع ومجنون
وبيجروا بقى الناس ورايا وحاجه زي كده. عملنا الاغنيه دي انا عاملها بغرض ان انا اقول للمخرجين يا جماعه انا ممكن اعمل كوميدي. يعني دي الفكره يا يعني. جماعه الزوج مش كده ابدا. لا 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 ولا انا مع انا في جانب الجانب الاغنيه كوميدي بس. لا انا في الجانب بتاع دي حاله الجنس فريدة من اللطيف. الزوجات اللي بتعمل كده. لا انا في الجانب والله اي حاجه بتحصل ببقى متحيز للجنس اللطيف اكتر، لان انا بشوف ان هو يعني مظلوم. دلوقتي انا بعمل البوم جديد بتاعي اللي قلت لحضرتك من شويه، اغنيه عشم ابليس في الجنه دي واحده منه، و ان شاء الله كده بجهز لاحتفاليه كده للايتام وذوي الاحتياجات الخاصه، لان انا حابب ان انا اعمل للناس دي حاجه. بفكر ويعني بفضل ربنا ان شاء الله ان انا احاول اعمل برنامج او يعني برنامج يكون فكرته ان انا اجيب الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، ناخدهم نشوف المواهب اللي عندهم. احنا ما فيش حد بيركز على الجزئيه دي، احنا بنجيب ذوي الاحتياجات الخاصه نعمل لهم حفله وخلاص، لكن هم عندهم مواهب بالفعل، يعني ممكن وعندهم اراده وعندهم مواهب، وممكن نلاقي فيه اصوات حلوه. طب ليه ما نتبناش الموضوع دوت؟ والتلفزيون المصري رائد قوي في المسائل دي، عمل قبل كده حاجات لذوي الاحتياجات وعمل حاجات للايتام. انا بشوف من وجهه نظري انه في ناس عندها مواهب كويسه قوي، بس تراب محتاج ان احنا ننظفه، هنلاقي فيه مواهب جميله جدا. ده رايي. تتعاون معاهم حضرتك فنيا؟ انا مستعد. انا عملت اوريدي من حوالي شهر او حاجه كده بسيطه عيد اليتيم، وعملته في دار الاوبرا. لا حضرتك عاوز بقى حاجه مستمره، هتتبنى مواهب يا ريت موجودين يا ريت يا ريت، انا مستعد. ولو التلفزيون هيعمل اي حاجه انا مستعد اساهم في هذا الموضوع. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. بدعوك يا رب العالمين وبجاه حبيبك الأمين، بدعوك وأنت العظيم تحفظني ليوم الدين. يا عزيز يا غفار يا كريم يا جبار يا حنان يا منان يا حليم يا ستار، برحمتك أستغيث يا الله. يا الله يا حبيبي يا محمد، يا الله يا شفيع يا محمد، يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى يوم الدين. يا الله يا حبيبي يا محمد، يا الله يا شفيع يا محمد، يا الله. الاخراج انا درسته طبعا لان انا حصلت على ماجستير الاعلام قسم الاذاعه والتلفزيون، وكانت الرساله بتاعتي مناقشتها في اثر تطور التكنولوجيا على الاجهزه الالكترونيه في الاذاعه والتلفزيون. وطبعا الاجهزه الالكترونيه في الاذاعه والتلفزيون بتشمل الكاميرات، اجهزه المونتاج، الميكسرات، كل ما له علاقه بالصوت والافكت والاجهزه والحاجات دي. تدخل مجال اخراج برامج ولا دراما؟ لا دراما انا مش قدها، مع ان انا في المعهد العالي للفنون المسرحيه بدرس حاليا، لكن انا مش قدها لان الدراما دي لها قصه كبيره شويه. يعني حضرتك عارفه طبعا الدراما بتحتاج وقت، يعني المخرج لازم يبقى فاضي تماما
وما يعملش اي حاجه غير ان هو يبقى مخرج بس. انما انا بعمل اكتر من حاجه، يعني انا بعمل اوقات بغني، اوقات بعمل مزيكا، فما بيتعارضوش مع بعض. لو في دور في مسلسل هعمله برضه مش هيتعارض، لكن لو انا ماسك مسلسل وبخرجه لازم اذاكر بقى، وكل ممثل لازم اذاكر له، سواء مسرح او تلفزيون او مساله مش سهله طبعا. شايف سامي منصور يعني أي واحدة من دول؟ ملحن، مطرب، مخرج، السؤال ده مصور، ممثل؟ السؤال ده سألني كتير قوي ونفضل نسأله عشان كل سنة بتدخل مجال جديد. لا لا لا، انا عايز اقول حاجه، الفنان اللي بيحب الفن هي واحدة متكاملة. هي واحده متكامله. بس الناس عندنا هنا دايما يقول لك ايه، صاحب بالين كذاب، صاحب ابدا. الوان مان شو، يعني انا لما بغني في حفلات بيبقى معايا شوهات استعراضيه، باخد بالي من الديزاين بتاع الحركات بتاعتهم. في واحد بيعمل التصميم للرقصات والباك جراوند، الاضاءه. لما انت تكوني فاهمه، مش لازم انا اتعلمت التصوير وبقيت اعرف اشيل كاميرا واصور، مش لازم انا اصور، بس انا فهمت ازاي اتعامل مع كاميرا. يعني كاميرا جاياني واحد بيلف بيها كرين مش عارف ايه، يبقى انا بعرف اتعامل، هيفيدني لو انا في اللايف او في تصوير. فدي كلها اكسبيرينس. انا شايف ان العلم والمجال الفني كله قريب. يعني انا لما دخلت الاعلام عشان انا حابب اخد الزيادات وابقى مثقف في الاعلام، بحيث ان انا اقدر افهم يعني ايه مذيع. الممثل يقدر يبقى مذيع، او المذيع ممكن يبقى ممثل، لكن بيجمعهم حاجه واحده قوي، فن تقطيع الكلام، آلة النطق على رأي الفنان احمد ماهر لازم تكون مظبوطه، مخارج الحروف، تقطيع النفس. انا بدرس ده في المزيكا، وبدرسه في المعهد العالي للفنون المسرحيه، وبندرسه في كليه الاعلام. اذا الثلاثه مكملين لبعض، فهي وحده. اذا كنت عندك المقدره انك تعملي اكتر من حاجه في وقت واحد، بس ساعه لما تعملي الحاجه دي ما تاثريش على الثانيه، اوكي.